وأنا اسمي نهى، يعتبر من أشاهر نعاليا داود، وأول مرة أشوف القصة دي من قريب قوي كانت مع صاحبتي مي لما طلقت من جوزها محسن اللي كانوا بيموتوا في بعض. لكن اختلافهم كتير جدا وكل شوية زعيق. النهاية اتطلعوا أكتر من 3 مرات، ولأن هما بيموتوا في بعض محسن كان هيتجنن يمين بأي شكل من الأشكال، بحكم إن إحنا ناس يعني معروفة ولينا سمعتنا وأسامينا وفخامي. ما كانش يشوف بجد لأن الموضوع حساس جدا يا محلل. يا ترى هيأمن لمين ينفرد مع مراته اللي القمر واللي هو بيعشقها وكمان يتجوزها، ويأمن إن هو يطلقها من غير ما يعني أصلا من أصحابه الأغنياء برضه يعرفوا حاجة ولا حتى منافسينه في العمل؟ فيكون الموضوع بالنسبة له صعب جدا. علشان كده جات لي مي صاحبتي وهي منهارة وبتقولي إني عايزة محلل بأي شكل. ترجت مني أنا أدور لها على أي حد، بس أنا ما كانش في حد حوالين مني إن أنا أقدر أقول لها. فقلت لها بالتأكيد يعني الموضوع ده صعب قوي. قالت لي كمان محسن مش عارف يجيب لي حد، هو مش عايز حد يكون عارفنا ولا ليه خلطة بينا ولا بشغلنا ولا بعيلتنا ولا أي حاجة. فالموضوع صعب جدا إن هو يعمله، فعلشان كده هو مش عارف. بصراحة أنا هموت وأرجع لجوزي تاني. بصراحة أنا ما كنتش شقلية بالموضوع قوي يعني، لكن هي لما شفتها كده منهارة وصعبانة عليا وعايزة إنها ترجع لجوزها علشان عيالها وكده وعلشان تفضل مكملة معاه، قلت لها خلاص هحاول إن أنا أشوفك أي حد كده كويس. وحطيت في دماغي الموضوع ده زي ما وعدتها بالظبط. يوم زي ما أنا متعودة وفي كده إني أنا أطلب أوبر أو أي حد في نظام يعني الأبليكيشن ده علشان يوصلني، اتكعبلت في واحد اسمه كريم. كريم كان شاب شكله حلو وشكله برضه محترم جدا، خجول. وطبعا عرفت إن هو خجول لأني من مجرد ما نظمت معاه وهو ساكت. ما كانش بيبصلي حتى بصحة في المراية وباصص قدامه كده. بيتكلم بحدود. بيتكلم بحدود جدا عكس كتير من اللي أنا بركب معاهم، وبيبقوا بيتعاملوا يعني بنظرات كده كده من تحت لتحت. مش شرط قوي يعني في أوبر وكده، لا في أي مكان أو مثلا بيقعدوا يتكلموا. حسيت كده مش عارفة يعني بإحساس غريب ناحية كريم. حسيت إن هو شخص فعلا ثقة. هو ممكن ما يقولش سر على ده السر، هو بطبيعته مش بيتكلم لأن كتير هو مش بس اللي مناسب ده لسببي. كان شكله بيفكر وحزين كده. فقلت لما دردش كده وأتكلم معاه يعني من باب إن أنا أتسلى في الطريق واعرف يا ترى يعني الراجل ده ماله وعامل كده ليه، وايه الادب والاخلاق اللي هو فيها دي. فاتكلمت مع كريم وشويه دردشه لقيته بيحكي عنه وعن اهله وعنه، وتعرف ان هو عنده بنت مريضه جدا ومحتاج لها فلوس كتير قوي علشان تساعدها. ظروفه الماديه زي الزفت، وعلشان كده بيشتغل على العربيه غير شغله الاولاني اللي بيبقى بتاع الصبح يعني. ومن باب الدردشه عرفت فعلا ان هو شخص باين عليه الادب. وكلمني شويه تفاصيل كل سلك الجلسات عنه وعن حياته. حسيت إن هو ده اللي أنا بدور عليه. فطلبت منه إني أنا آخد رقم الموبايل بتاعه، وقلت له خلاص أي توصيلة بعد كده أنا هكلمك أنت على طول. وبعدين نبعد حاجة بيني أنا وبينك، يعني بدل ما تشتغل من على الابليكيشن ويحسب هي ليها فلوس تبقى يعني المكسب كله ليك. وفعلا هو وافق ساعتها وعلى طول وأخدت رقم الموبايل بتاعه. وطبعا أنا كنت رايحة النادي، رحت وقعدت هناك كان في وقت جدا. بس كريم يعني ما راحش من بالي ولا الفكرة بتاعتي إني أنا أجوزه مي. معرفش إزاي سبحان الله أول لما شفته جه في بالي على طول. هتقولولي سواق جه في بالك وإنتي يعني ما تعرفيهوش؟ هو ده بقى اللي حصل. حسيت إن هو أمين يعني في الموضوع ده، وغير كده هو شخص بعيد عن حياتنا وعن كمان كل أصحابنا وكل الدايرة اللي إحنا عايشين فيها. علشان كده شفته مناسب جدا. وكلمت مي وعرضت عليها الموضوع قبل ما اتصل على كريم تاني علشان يرجعني بقى البيت. ولقيتها بتقولي يا ريت، أنا مش مصدقة والله، ده لو حصل الفندق يبقى أنتِ عملتي فيا معروف كبير قوي. ولقيتها ملهوفة كده وعجبتها الفكرة. ومن هنا كلمت تاني كريم وقلت له يجيلي ياخدني من نفس المكان علشان يوديني نفس المكان اللي جابني منه. وجالي على طول ولقيته شغال كده، وكان وشه كده مبسوط إن هو بدأ يشتغل لحاله. بعد ما ركبت معاه ابتديت أتكلم معاه إن أنا عندي ليه حتة شغلانة تبقى هيكسب مبلغ كبير قوي. ساعتها هو وقل اللي يحسه إن هو عايز يعرف وعينيه بتلمع. هو فعلا محتاج لفلوس، وده هيبقى سبب من الأسباب اللي هتخليه يوافق. المهم في نهاية وصلة قلت له أنا عايزاك تجيلي بكرة يعني في ميعاد معين علشان تشوف الشغلانة هي إيه. قال لي ماشي. قلت له اوعى تتأخر. قال لي انسى. وتاني يوم كلمته هو فعلا رد عليا واتفقنا على المكان. طلبت منه إن هو يجيلي البيت علشان نقعد أنا وهو نتكلم براحتنا من غير يعني ما حد يشوفنا. بس هو مرضيش وقال لي لأ بيت لأ. أنا طبعا كنت قايله له على الظروف الاجتماعية وإني مطلقة وكده، فمرضاش أبدا إن هو يجي البيت لما عرف إني أنا مطلقة وعايزاه في شقتي. أني لأ يا ريت لو نتقابل بره.
قلت له خلاص أنا هنزل لك تحت في العربية، وقلت لي لأ مش هشوفه المرة دي، لما تتكلم معاه وتتفقي معاه الأول وبعد كده يبقى أجيب وحسن وإيجي أقابله. وقلت لها تمام. نزلت وكلمت كريم بيني وبينه كده، وقلت له الشغلانة اللي أنا عايزاك فيها شغلانة بسيطة جدا، هي يعني شغلة مشغلانة، هي خدمة. وحكيت لي ظروف مي ومحسن وإن هم يعني عايزين حد يتجوزها علشان يعني يطلقها وترجع له تاني. هو طبعا في البداية لقيته سكت كده، مش مقتنع إن هو يعمل كده، وقال لي إزاي يعني أنا لأ، أنا أعمل عمل محلل ليه يا شيخة. قلت له أنت هتاخد مبلغ كويس يظبط لك حياتك يعني ودنيتك دي، وبنتك حارت أسبابها وكل الكلام يعني، وظروفك كلها في الفندق بعد تغيير، وبعدين انت كده يعني هتكسب ثواب مع يعني بيحبوا بعض وعايزين يرجعوا لبعضهم وهيتخرب شملهم تاني. فضلت ان انا اقنعه في البداية كان رافض، لكن بعد شوية لقيته بيقول لي خلاص سيبيني بس افكر. وفعلا مشي من غير ما يقول لي كلمت مي وقلت لها على كل حاجة. مي كانت ماسكة قلبها بإيديها وعايزة تموت وهو وقت زنه، بس كلمني ولقيته بيقول لي إن هو موافق وحدد ميعاد معاهم علشان خاطر يتقابلوا، وأنا أسمع ده وقربتهم من بعض. وفعلا كاتب الكتاب في شقتي بعد ما زلنا على كل حاجة. بس محسن ما كانش مطمن وخايف على مراته جدا، عينيه كانت بتطق شرار مجرد بس ما كان بيبص لكريم. وبعد ما مشي محسن خلاص اتصلت على كريم وقلت له مش عايزاك يعني تغيب عن البيت، المفروض ان مي يعني هتقعد معايا ده اليوم، واحنا طبعا مرتبين لحاجة. فقال لي بقيت في ايه؟